السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوان والأخوات في قناتكم مات إي أنفو. هذا الفيديو فهو خاص بالأساتذة والأستاذات المقبلين على الامتحان المهني، وكذلك المقبلين والمقبلات على مباراة ديال التعليم. هذا الفيديو فهو خاص بعلوم التربية، محور نظريات النمو. هنحاول ان شاء الله اولا نشرح بطريقة مبسطة باش اي واحد يفهم نظرية النمو، وفي نفس الوقت ما نطولش الفيديو. على بركة الله. كاين نظرية النمو. دابا الانسان طفل، الا خدينا الطفل بصفة عامة، طفل عنده ما هو نفسي اللي تيخصو هو، ما هو معرفي الفكر ديالو، ثم ما هو اجتماعي العلاقة ديالو مع الآخرين. لذلك هادو اللي غنطرق لهم سيغموند فرويد طرق نظرية النمو النفسي، بياجي المعرفي، إريكسون ما هو اجتماعي. دونك أي شخص خديناه طفل وهكذا، الإنسان بصفة عامة عنده هاد ثلاثة الجوانب اللي هي نفسية، كذلك معرفية يعني الفكر العقل ديالو، ثم اجتماعية يعني العلاقة ديالو مع الآخرين. غنبدا دابا نحاول انني ها هو الجدول قدامكم، تقدروا انكم تقراو ملي تجلس مع راسك، ولكن انا غنبسط عليك باش انك تفهم مزيان. انت غادي في الطريق كتصنت ليا وغادي تفهم باش ان شاء الله تبغي دوز الامتحان تعرف كيفاش تجاوب وهكذا، تعرف كل حاجه شنو الهدف منها. الا مشينا سيغموند فريد كيهضر ما هو النمو النفسي. النمو النفسي يعني الحياه ديال الطفل قسمها الى مراحل. تيقول لك كل مرحله ها شنو كيدير فيها الطفل، المرحله الاولى ها شنو، المرحله الثانيه وهكذا. دونك سيغموند فرويد كيهضر لنا على المرحله الاولى اللي هي المرحله الفميه. ملي كيتزاد الطفل حتى لنهايه السنه الاولى، شنو كيدير هذا الطفل؟ عنده الفم، اي حاجه كيشوفها كيلوح على الفم ديالو، كيبغي يعض الفم. إيه مص تعطيه شي حاجه، تعطيه السارود وغيديرها في فمو. يعني هنا هذه المرحله كتمتاز ان الفم هو مصدر تحقيق اللذه، والفم اي حاجه عنده علاقه بالفم. دونك هنا تقدروا تقراو هادو خصائص الشخصيه وهكذا باش ما نطولش عليكم. هنا مصدر السرعه يعني التغذيه، يعني الماكله. المرحله الثانيه المرحله الشرجيه، كتبدا من عامين حتى 3 سنوات. من عامين حتى 3 سنوات. اش كيوقع لهذا الطفل في هذه المرحله؟ الا رديتو البال ان في المرحله الفميه اش كيوقع للطفل؟ كيبغي ديما كيلبس ليكوش، ولكن هنا الام ديالو كتعلم داك الطفل في هذه المرحله الشرجيه، كتعلم انه يقضي حاجته، كيبغي يقضي حاجته تيعرف انه تيمشي للطواليت. وكذلك كيتعلم النظافه. هادشي اللي كاين في المرحله الشرجيه. المرحله الثالثه هي المرحله القضيبيه. هو ان الطفل اش كيدير في هذه المرحله؟ كيبقى كيلعب بالاعضاء التناسليه ديالو، سواء كان بنت او لا كان دري. كيبغي تيكون كيلجي للدجاج تيبقى يقيس في الاعضاء التناسليه ديالو. هنا اش كيوقع ليه؟ تيقولوا ليه الناس هذوك اللي مع عائلته امه با وهكذا، تيقول ليه راه حشومه. هنا كيتعلم انه شي حشومه، كيحس بالذنب، تيشعر بالذنب. يعني داكشي اللي كيدير ما خصوش يديرو. هنا كيتعلم انه ما خصوش يدير هذا الشيء. يعني هنا كيتعلم في بين 3 و6 سنوات. هنا كيتعلم انه ما خصوش يقيس الاعضاء التناسليه ديالو قدام الناس. يعني هنا كيتعلم هاد الامور. المرحله الرابعه مرحله الكمون، من 6 سنوات حتى البلوغ. هذه اش كيوقع ليه هنايا دابا؟ هنا كتكون في الغالب كتكون في الابتدائي، كيقرا في المدرسه الابتدائيه. هنا هاد المرحله اش كيوقع ليه؟ هو كيكون عنده كيهتم بامور اخرى بحال الدراسه، القرايه، لانه تيقرا في الابتدائي، الكره، كيكون عنده هوايات مثلا. هنا كيتسم بالهدوء، ما بقاش عنده داك الانفعاليه، لان عنده امور اللي كيفرغ فيها هادو ديال الرغبات ديالو. مثلا الدراسه تيقرا مزيان، مثلا واحد تيقرا في التحضير الثاني، يعني تيكون عنده كيكون عنده امور اخرى اللي كيديرها. يعني هنا هاد المرحله كتسم بالهدوء. ثم المرحله الخامسه او والاخيره حسب سيغموند فرويد هي المرحله التناسليه. كتبدا من 12 سنه الفوق، يعني هذه كيكون في الاعدادي الليسي وهكذا. هنا تيكون عنده اش كيوقع ليه؟ هو تيكون في مرحله ديال المراهقه. هنا اش كيوقع ليه؟ هو انه كيمر من ديك حب الذات الى شخص اجتماعي، لانه الا بديتي بالنا في الاعدادي وفي الليسي مثلا تيكون عنده علاقات مع الاخرين،
سواء الأصدقاء سواء الصديقات الجنس الآخر، تيكون تيعرف داك الشيء ديال الخيانة، تيعرف أنه مثلا تيقول لك هذاك ما طلعش راجل، ديك الخيانة، داك الشيء ديال العاطفة، أن هذيك خانتني ولا خانني وهكذا، راكم عارفين اشنو نقصد. لذلك هذه هي مرحلة ديال سيغموند فرويد. هذه هي سيغموند فرويد. جون بياجي كيهضر على العقل ما هو معرفي، كيهضر لنا ما هو معرفي، يعني العقل داكشي اللي كيتعلم الانسان اللي تيعرف يدير، يعني تيقسم ليها الحياه ديال الطفل الى مراحل كذلك. هنا سيغموند فريد هنا ما هو نفس داكشي تيوقع للشخص، هنا تيوقع له من الناحيه الفكريه المعرفيه. المرحله الاولى قال لك المرحلات ديال الحس الحركيه. اش كيوقع ليه هنايا؟ فإلا رديتي البال ان ملي كيتزاد الطفل حتى العامين، اش كيوقع ليه في هذه المرحله؟ اولا تيبقى تيتعلم يتمشى، شويه بشويه كيتعلم انه يتمشى حتى كيعرف يتمشى، وهكذا يعني من صفر حتى العامين. هنا اش كيوقع ليه؟ كيكون مخططات ذهنيه، اي حركه كيديرها دابا الا بغى يتمشى مثلا، بغى يمشي من هنا لهنا، تيعرف انه تيدير واحد الرجل، عاد كيتبع ليه الاخر، كيدير واحد الرجل عاد كيتبع الاخر، هكذا وهكذا وهو غادي. الا بغى يجلس مثلا، هو غير هاد المخططات ما كيتكونوش مترابطين، بعض المرات مثلا كيدير واحد الرجل هنا، الرجل الاخرى باش يديرها ما خصو شويه تسنى عاد يدير. الا رديتو البال مثلا، كاين واحد الفيديو مثلا واحد الطفل كان بغى يقول لهم هذيك ديال برافو، هذيك لان هذه واحد الطريقه، انه باش يجيو من ديك برافو بقى تيتسناو ما عرفتش شحال من ثواني يلاه باش يعرف داك الصبع الكبير باش يقول لهم ديك الطريقه انهم برافو لكم، راه داكشي اللي درت راه مزيان. يعني هنايا كيتعلم عنده، وكذلك هنا اش كيوقع ليه؟ هنا كيتعلم ان الحركه اللي دارها مثلا وكيعرف النتائج ديالها على البيئه. النتائج ديالها مثلا الى هز واحد الحجره ضرب واحد مثلا، مع مرور الاشهر والايام والاسابيع، تيوعى بهاد الامور. خدا حجره مثلا ضرب واحد الشخص، قال لك هذاك الشخص غوت، مره اخرى تيعرف انه الا ضرب غيغوت، يعني تيعرف انه داك الفعل اللي دارها شنو غادي يوقع. ثم هنا تيبدا تدريجيا باكتساب اللغه، هنا تتعلم ديك لغه الام. المرحله الثانيه هي مرحله ما قبل العمليات. اش كيوقع له هنا؟ كتكون قبل ما يدخل الابتدائي، تيكون من جوج سنوات حتى ل7 سنوات. هنا اش كيوقع له؟ هو كيتعلم اللغه ديالو، والتفكير كيتمركز حول الذات ديالو كيتمركز حول الذات. ما تيقدرش هو يتصور وجهه نظر ديال الاخرين. غادي يجي مثلا غادي ياخذ الخبز كياكل، انت كتشوف فيه ما كيتصورش داك الشيء اللي واش غيبقى فيك الحال لانك ما عطيتيش، وما كيتصورش وجهه نظر ديال الاخرين، باه ولا ماما ما كيتصورش وجهه نظر ديالهم. هو ديك اللغه والتفكير متمركز حول الذات ديالو. هنا كيستخدم اللغه، كيستخدم الرموز. هنا تيبقى هنا دابا اش كيوقع ليه؟ دابا هنا تيتعلم، هنا الله تيعرف تتكون عندك القدره على الحفظ. هادشي تيوقع ليه في هاد المرحله. هادشي ديما من الناحيه الفكريه العقل. المرحله الثالثه هي مرحله العمليات الماديه الحسيه، ديما اللي ماديه اللي تيقدر يحسها وماديه يقيسها، هي هاد المرحله. هنا تيولي تيفهم القوانين الاحتفاظ، داكشي اللي كيوقع في لان هاد المرحله تيكون في الابتدائي، تيكون فاهم قوانين الاحتفاظ، الترتيب، المقارنه وغيرها، والتصنيف. هادشي راه تيكون في الرياضيات، تيقع في الرياضيات. هنا تيولي يفكر تيكون عنده التفكير المنطقي. هنا شويه بشويه كيتخلص من ديك مركزيه الذات، ان قبل ما يدخل الابتدائي تيكون عنده الذات ديالو كتبان ليه. هنا تيولي كتكون عنده علاقات، لانه هنا اش كيوقع تيخرج في المدرسه، تيجلس حدا هذا ولا كتجلس حدا هادي، صافي كيتولي ديك العلاقه مع الاخرين، تيبغي يلعب معاه، تيكون عندك اللعب الجماعي، ما بقاش داك اللعب الفردي، اللعب الجماعي تيبغي يلعب مع جماعته، لعب الكره، نديروا الفريق وراكم عارفين، وتيتعلم شويه بشويه. هنا تيكون عنده عمليات عقليه، تيقدر يستنتج، يستقرا وغيره، ولكن ما تيقدرش انه شي امور اللي هما مجرد ما تيقدرش يتصورها، اللي كتطلب الخبره ما تيقدرش يتصورها. ثم المرحله الاخيره مرحله العمليات المجرده، كتكون 11 سنه حتى 15 سنه، هذه كتكون في الاعدادي. هنا تيولي تيقدر يحل المشكلات المجرده بشكل منطقي. كتعطي مثلا في الرياضه شي مساله معينه، تيقدر انه يتخيلها وباش انه يحلها. هنا تيولي تيكون عندك التفكير الافتراضي، تيقدر يدير الفرضيه، يفترض هادي، يعني تيكون عندك ديك العمليات المجرده. هادشي تيقول جون بياجي. النظريه الاخيره فهي نظريه إريكسون. هادو شوف ايها الاخوه والاخوات، هما ثلاثه، عندك بياجي، عندك سيغموند فرويد، ثم عندك إريكسون. هادو هما النظريات الرئيسيه. يقدر تلقى شي نظريات اخرى، ولكن تكون واخده شي حاجه من هنا شي حاجه من هنا وتعمقات اكثر، اما هادو هما الرئيسيه. هنا إريكسون تيقسم هنا تيهضر ما هو اجتماعي، الحياه ديال داك الطفل مع علاقته مع الانسان بصفه عامه، مع المحيط، مع الاخرين.
المرحله الاولى مرحله الثقه مقابل عدم الثقه، هنا كتكون من صفر تل السنه الثانيه، يعني تل السنه الثانيه. فهاد المرحله لانه كتكون عنده علاقه مع الام، كتكون عنده علاقه مع الام هنايا، اش كيوقع ليه؟ هو كيحتاج ديك الثقه ديال الام. الا ام وفرت ليه الحنان والتغذيه والرعايه والعطاء، راه هنايا كيحس ما هو ايجابي، يعني هنا ما تيحسش بالخوف وكيحس بالامان. ولكن الا ما وفرتش لهذا الشيء، راه صافي ماشي غادي يجي يبقى يحس بالخوف، وكذلك ما غاديش يحس بالامان، ما غاديش يحس بالامان. المرحله الثانيه مرحله الاستقلال الذاتي مقابل الشكوى والخجل. اش كيوقع ليه هنا في هذه المرحله؟ هي 3 سنوات، هنا قلنا من ولاده العامين. هنا السنه الثالثه اش كيوقع ليه هنايا؟ الا رديتو البال انه ولا تيعرف انه يتمشى. هنا ملي كيولي انه يعرف يتمشى كيولي تيبعد من الام ديالو، ولكن غير خص الاسره والبيئه خصهم يشجعوه، خص غير التشجيع ديالهم. الا ما شجعوه تيبقى تيحس الى اي حاجه سلبيه، كيشك في القدرات ديالو. هنا تيولي تيبعد من الام ديالو لانه تيقدر انه تعرف يتمشى. يعني كما قلنا من الولاده تاع العامين ديما تيبقى لاصق مو في الغالب، تيبقى لاصق مو لانه راكم عارفين انه محتاج امه هنا. ولكن من بعد كيولي تيتعرف يتمشى، ملي كيعرف يتمشى كيحاول انه يبعد من امه، كيبعد لانه صافي تيقدر يتمشى وهكذا. المرحله الثالثه مرحله المبادره مقابل الشعور بالذنب، كتكون بين 4 سنوات و5 سنوات. هنا اش كيوقع له؟ هنا تيولي كيكتشف العالم الخارجي، لانه في 4 سنوات 5 سنوات تيقدر تيهضر، تعرف هذا يعني تيكتسب اللغه انه باش يهضر. واي حاجه شعر بها شي حاجه سلبيه من الاخر من المحيط راه كيحس بالاثم. ثم مرحله الاجتهاد مقابل الاحساس بالنقص، هذه كتكون في الابتدائي من 6 سنوات حتى 12 سنه. اش كيوقع له هنايا؟ هو صافي كينضبط، انه كيعرف انه في المجتمع حاط قواعد وكاين انظمه ديال المجتمع. هنا تينضبط ليها، وكذلك هنا تيخدم ما يسمى بالاجتهاد. وهنا تيحس بحاجه ايجابيه من تيكون الاجتهاد، ولكن اي احباط ولا هذا تتخليه انه يحس بالنقص. يعني اي حاجه اللي هي سلبيه كتخليه انه يحس بالنقص. هنا تيجتهد لانها كتكون في الابتدائي، انا واحد تيقرا في الابتدائي. المرحله الاخرى هي مرحله الهويه مقابل التشتت، هنا كتكون بين 12 سنه و 18 سنه، هذه مراهقه باش ما نطولش عليكم. واحد تيقرا في الاعدادي الفوق حتى 18 سنه، مراهقه. المرحله الالفه مقابل العزله كتكون بين 18 و 35 سنه، هذه كيكون هذاك الشاب انه يكون علاقات، اما كون الاسره وهذا، الا فشل انه يكون الاسره تكون عنده علاقات الاصدقاء وهكذا كيحس بالعزله. ثم المرحله الانتاجيه مقابل الركود كتكون بين 35 و 60 سنه، هنا اش كيوقع انه كيكون هو سن الانتاج والعطاء. ثم مرحله اخيره مرحله التكامل مقابل الياس من 60 سنه حتى الى الموت. هنا ان الانسان تيكون الا دار شي حاجه مزيانه تيفتخر بداكشي اللي دار، الا ما دارش كيحس بالحاجه اللي هي السلبيه وكيجي الشعور بالياس والندم، لانه كيشوف راسو قريب يموت. كنتمنى لكم ايها الاخوه الاخوات انكم تستافدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.